تفضل وشوف وتفرج واستمتع يا مدريدي، اللي انت حاليا قاعد تتعارك على فينيسيوس جونيور وكيليان امبابي ولامين يامال يرفع في تيشيرت مكتوب عليه الحمد لله انني لست مدريديستا. يا ساتر يا ساتر على الاهانات من عيل عمره 18 سنه، وصل به المرحله انه هو يستهزأ بنادي ريال مدريد بسبب اشباه لعيبه مش قادرين يقدموا لنادي ريال مدريد، بل هم قاعدين يقدموا لانفسهم، كل شيء قاعدين يحسبوا فيه ويديروا فيه مع نادي ريال مدريد لنفسه مش لجماهير ريال مدريد. المفترض بعد الشيء اللي صار والموسم الكارثي اللي بسبب اشباه لعيبه خلت لامين يامال عيل عمره 18 سنه يتطاول على نادي ريال مدريد، اداره ريال مدريد تتخذ قرار صار محاسب في كل شيء صار في الموسم الكارثي، ايا كان اسم اللاعب ومهما كانت جودته ومهما كانت فعاليته، الى ان ما يقدمش علشان شعار ريال مدريد 200% من مجهوده، فهو لا يستاهل انه هو يلبس قميص ريال مدريد، ومن المفترض انه هو ينطرد من نادي ريال مدريد. لذلك لما نطلع ننتقد لاعب ثق وتاكد يا عزيزي المشاهد انه هو يستاهل الانتقاد، لان شعار ريال مدريد يستاهل انك انت تموت علشان. اجل ورسمي وحسب الموثوق ديفيد اورنستين يقول ان نادي ليفربول رسميا لا يفكر في التعاقد مع تشابي الونسو. لذلك يقول ديفيد اورنستين ان نادي ليفربول يريد بقاء ارن سلوت الموسم القادم. نادي ليفربول الموسم الصفري الثاني على التوالي الموسم الجاي. اكد الصحفي الموثوق ديفيد اورنستين ان نادي تشيلسي يريد التعاقد مع تشابي الونسو الموسم القادم. المدرب الاسباني منفتح للانتقال الى نادي تشيلسي، لكن الى الان ما فيش اي شيء رسمي والمفاوضات لا زالت جاريه. ورسميا حسب صحيفة كوبي تقول بأن الأسطورة سيرجيو راموس يريد شراء نادي إشبيليا، وبنسبة 99% الصفقة سوف تتم غدا. أي أخبار موثوقة رسمية دقيقة عند عبد الله، ما تنساش اللايك والمتابعة، ديما طيبين.